التليفون على فكرة كابتن طلعت يوسف من تونس، طبعا المدير الفني لفريق الاهلي اهلي طرابلس الليبي، وعنده ماتش مهم ايضا غدا مع كابس يونايتد بطل زيمبابوي. كابتن طلعت صباح الفل. صباح الخير استاذنا، اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن، كل سنه وانت طيب، واحنا اخر ايام رمضان بقى الواحد بدغدغ بصراحه. ربنا معاك والله في التدريب. ربنا يعينك. والتوقيت البرنامج كمان صعب شويه. توقيت الصبح بدري لا واخر كام يوم اصله كمان الجسم بيبقى انتهى بقى خلاص بقى مش قادر. كابتن طلعت يعني اللي انا قلته ربنا يخليك يا كابتن لكل الناس يا رب. اللي انا قلته صح في المجموعه دي، انا عندك احساس ان المجموعه فعلا صعبه ومتقاربه المستوى، مباراه واحده تفرق مع كل فريق دلوقتي. اكيد، يعني زي ما حضرتك تفضلت قلت انه فرق النقاط من الاربع فرق يكاد يكون معدوم، ما تقدرش تحسب ابدا نقطه واحده مين الفرقتين اللي هيتاهلوا للدور الثاني. نقطه واحده والباقي 3 مواجهات، يعني لسه في 9 نقط كمان متاحين لكل فرقه. فاكيد ان هي مجموعه معقده جدا جدا، المستويات متقاربه، ما تقدرش النتائج اللي فاتت ما تقدرش تخليك تتكهن بالنتائج القادمه. يعني كابس يونايتد بيكسب اتحاد العاصمه، اتحاد العاصمه كسبنا الدروم ما بين اتحاد العاصمه والزمالك في المواجهات الاخيره. لا اكيد ان هي يعني مجموعه معقده، والكل عنده امال، والكل عنده فرصه التاهل في المواجهات الجايه. فاكيد هي يعني مجموعه بتتطلب جهد كبير جدا من كل فرقه عشان تحقق طموحاتها يعني. طب كابس يونايتد كسب اتحاد العاصمه، واتحاد العاصمه كسب اهلي طرابلس، لكن انت رحت كسبت كابس يونايتد. يعني ده معناه يا كابتن طلعت يعني اقصد اقول انه يعني المعروف انه احنا تصورنا ان كابس يونايتد هيكون اقل فرق هذه المجموعه مثلا، او اهلي الليبي بعد اول مباراه خساره 3، فتصورنا برضو ان فرقتك مش هتقدر تقاوم، لكن بسرعه قدرت تقف وتتعادل وتكسب وتلم 4 نقاط بسرعه في ماتشين بعد خساره اولى. وماتشين صعبين جدا يعني قدام الزمالك، والماتش الثاني خارج ملعبنا قدام كابس يونايتد يعني. بص حضرتك، احنا فيما يخصنا احنا يعني احنا فرقه بتفتقد يعني اول مره نتاهل لدوري المجموعات في تاريخ اهلي طرابلس. دي واحده. 2، احنا التيم بيمر بظروف صعبه جدا جدا، يعني عدم وجود مسابقه عندنا دي مساله يعني لا يمكن اوصفها لك تاثيرها على انك توجد فورمه المباريات واحساس المباريات. وجود احساس بخبره هذه المباريات، يعني احنا في اول مواجهه قدام اتحاد العاصمه كنا كما لو كنا عارف التلميذ اللي اول يوم يروح المدرسه، ففي حاله توهان شويه، في حاله عدم تركيز، عدم ادراك بالموقف اللي احنا فيه. يعني اعتقد بعد المباراه الاولى شويه اكتسبنا مناعه، فابتدت الامور، وده طبيعي في كره القدم، فابتدت الامور في المباراه الثانيه قدام الزمالك حد كبير تاخد يعني منحنى اخر واسلوب اداء اخر والتزام تكتيكي اخر. في كابس يونايتد احنا رايحين ومفيش حاجه قدامنا، احنا رايحين بنقطه، فاذا كانت هناك رغبه اكيد الدوافع النفسيه كان لها دور في ماتش كابس يونايتد. التركيز الشديد جدا جدا كان له دور، خصوصا في اول نص ساعه في الماتش. الساعه 3 العصر بالظبط، واحنا بنلعب الساعه 3 العصر والولاد الفرقه كلها صايمه. تمام. ده موقف برضه صعب جدا، ومع ذلك بذل جهد غير عادي، وانا ما حسيتش ان الولاد صايمين. وهنا في علامه استفهام برضه على تحديد توقيت المباراه يا استاذ شبانه، اننا احنا الفرقه الوحيده العربيه او الاسلاميه اللي ممكن نلعب في هذا التوقيت. الزمالك ما بيلعبش في التوقيت ده خالص، اتحاد العاصمه ما فيش فرقه بتلعب في هذا التوقيت. الحاجه اللي غريبه جدا جدا ان احنا مباراتنا القادمه قدام كابس يونايتد اتحدد لها الساعه 9 مساء، واحنا المغرب عندنا الساعه 8 الا ربع. فده برضه توقيت غريب جدا، يعني اشمعنى احنا؟ الزمالك ليه ما تحددلوش الميعاد ده؟ اتحاد العاصمه ليه ما يتحددلوش الميعاد ده؟ ليه اهلي طرابلس دايما هو اللي بيتحدد له الميعاد؟ انت بتقول لي بتوقيت تونس يا كابتن 9 الا ربع.
توقيت تونس. يعني المغرب هنا في تونس 8 الا ربع. والماتش الساعه 9 واللوائح بتحتم عليك انك تكون موجود في اوضه اللبس قبل المباراه ب 90 دقيقه، يعني تكون موجود في اوضه اللبس الساعه 7:30 قبل المغرب. المغرب 8 الا ربع. يعني هتفطر في اوضه اللبس وهتفطر ايه؟ المهم احنا كانت هناك محاولات من الاداره لتعديل الموعد اننا نروح للساعه 12. انا قلت لهم لعبوني الساعه 3 العصر واحنا صايمين افضل على الاقل. اصل 9 دي معناها ان انت هتفضل صايم لحد الساعه 11. مظبوط. مش هتقدر تاكل، يعني هتاخد عصير، هتاخد تمر، مش هتقدر الولاد. فاخيرا يعني الاتحاد الافريقي بقى عنده شويه قناعه، فاما اجلنا الماتش للساعه 10 من 9 ل 10، فبقت شويه منطقيه. يعني انه في ساعتين وشويه بعد المغرب، فبقت شويه منطقيه. بس برضه مش هتقدر تدي اللعيبه الوجبه المناسبه في الاكل، تديله الطاقه المناسبه، تديله طبعا دي مشكله كبيره جدا. ابدا. انت كبيرك عصاير وتمر وشويه سكريات وخلصنا. مظبوط. وميه. مظبوط. يعني 10 دي معناها اللي انا بقوله لحضرتك كده يعني. لكن ما اعرفش، يعني نتمنى اننا ما نتاثرش والامور تبقى يعني في الاتجاه اللي احنا بنسعى اليه. طب نتيجتك مع كابس يونايتد كابتن طلعت، و يعني انت كنت متقدم 4-0 طبقا لتوقيتات الاهداف. يعني يديني احساس ان انتوا يعني ليدنج على كابس يونايتد، ولا دي كانت ظروف ماتش وشافوا فريق قوي يتعمل له حساب؟ لا هو فريق قوي ومزعج والنتيجة أمامه غير مضمونة على الإطلاق، لأنه هو في هذه المباراة احنا فرضنا عليه أسلوب يعني كان حاد جدا جدا فيما يخص الضغط وعدم ترك المساحات. خلي بال حضرتك احنا الأجوان بتاعتنا في 3 أهداف منهم من كاونتر أتاك. احنا مضغوطين وبنطلع فاقدر اقول ان كان في توفيق، لكن عشان اكون صريح، ولكن اكيد هذا التوفيق ده نتيجه التزام تكتيكي داخل الملعب من اللاعبين كان غير مسبوق. سواء كان في اداء الادوار الدفاعيه واحنا مفتقدين للكوره، طريقه خروجنا من نص ملعبنا في زمن قصير جدا جدا بنخلق منه انفرادات للتسجيل، وبرضه استغلينا معظم الفرص. احنا جات لنا 3 فرص اسهل من ال4 اهداف اللي جم وما قدرناش نسجلهم، والنتيجه 3-0 بنفس برضه فكره الكونتر اتاك. السكور يبقى كمان اعلى من كده بالظبط. فهو اللي انا عايز اقوله انه يعني 4-0 ما كانش الجيم وان سايد جيم، يعني انت مش متفوق بنسبه 70-80%. لا، كانت المباراه بتروح وتيجي لان هم كمان ضيعوا. تمام. هم كان ما حالفهمش التوفيق في فرصتين 3. طب كابتن طلعت، معناه انه كابس يونايتد هو مش اسهل فرقه انت واجهتها رغم فوزك الكبير؟ لا، ما اقدرش اقول ان هو اسهل. النتيجه بتقول ان هو كان اسهل، لكن هو فريق مفتح في اسهل مواجهه. لكن التيم نفسه اكيد مش سهل، ونتيجتنا معاه يوم الاربعاء غير مضمونه على الاطلاق. طب ودي مشكله انا بواجهها. تمام. يعني ان سالتك لان طبعا هي المجموعه دي لها شعبيه في مصر، على اعتبار انه الزمالك بيشارك فيها، وبرضه انه مدرب مصري بحجم حضرتك مدير فني لفريق اخر اللي هو الاهلي طرابلس. لكن توقعاتك انت الشخصيه للمجموعه دي مع صعوبه النقاط ومع الفارق الضعيف جدا بين كل الفرق ال4، وانه ماتش بيروح وماتش بيجي وده بيطلع وده بينزل على مدار ال3 جولات اللي فاتوا، تصوراتك للمجموعه دي، هل شايف ان في فريق او فرقتين يعني طبقا للمستويات ضمانتهم اكبر في التاهل، ولا شايف انه حتى الان لم تحسم او لم تظهر الملامح حتى الان؟ قبل بدايه المباريات في هذه المجموعه انا يعني اتسالت السؤال ده وقلت انه على المستوى النظري نظريا هناك فرقتين لهم تاريخ في هذه البطوله، لهم باع وظروفهم جيده جدا جدا من حيث المشاركه ومن حيث الخبرات ومن حيث الامكانيات الفرديه والجماعيه، وهم الزمالك واتحاد العاصمه. ده نظريا على الورق.
ولكن يعني كرة القدم لا تعترف بالنظريات. كرة القدم بتعترف بالجهد المبذول خلال 90 دقيقة في كل مباراة والتوفيق اللي يصاحب الفريق. النهارده انا شايف انه الفرص متساوية. انا شايف ان احنا اذا وفقنا في مباراة كابس يونايتد وكانت هناك نتيجة تساندنا في مباراة اتحاد العاصمة والجزائر، اعتقد الاثنين الاخيرتين هيبقوا يعني مولعين ما بيننا وما بين اتحاد العاصمه وما بين الزمالك. يعني اذا فزنا ووصلنا ل7 نقاط ده موضوع هيدينا دوافع غير عاديه في المواجهتين الاخيرتين، وبالتالي الشق النظري اللي انا اتكلمت عنه الخاص بالزمالك واتحاد العاصمه مش هيبقى له وجود. يعني لو الفرقه كسبت اهلي طرابلس ومثلا حصل تعادل بين الزمالك واتحاد العاصمه، ده قمه المنى في النتائج بالنسبه لك طبعا. طبعا ده موضوع هيقلب الدنيا جوه المجموعه في اللي جاي. تمام. لكن حتى الان انت شايف ان دي هي اقوى المجموعات وان كل الفرق مستوياتها متقاربه؟ اكيد. تمام. لا اكيد. حضرتك كابتن يونايتد ده مطلع مازيمبي يعني باداء مقنع الى ابعد الحدود، وده موضوع فرقه بحجم مازيمبي دي ما تطلعش كده يعني. طبعا لكن الحقيقه برضه لو تقول اهلي القاهري. اتفضل. تمام. لكن الحقيقه برضه الحق يقال انه مع الظروف المعاكسه معاك، ما فيش دوري بتلعب في ليبيا الان، مسابقه متوقفه، بتلعب بره ارضك في تونس كل المباريات اللي مفترض انها تقام في ليبيا، فبتصور يعني ظروف اهلي طرابلس هي الاصعب، وبالتالي اعتقد انت مجهودك كان اكبر ومضاعف، فتستحق التحيه والاشاده كابتن طلعت الحقيقه قبل ما اقفل معاك. بخير. اشكرك يا استاذ. اشكرك كابتن طلعت يوسف، ودايما متواصل معانا، وان شاء الله يعني تصعد للدور الثاني مع نادي الزمالك باذن الله. شكرا جزيلا للكابتن طلعت يوسف المدير الفني لاهلي طرابلس. فعلا المجموعه دي هي اصعب المجموعات. لما نيجي نروح لمجموعه الاهلي، يعني واضح ان في فرقتين يعني بعدوا، الاهلي وزناكو 7 نقاط، وفرقه بتعافر شويه الوداد الرياضي المغربي، وفرقه خرجت تماما القطن الكاميروني. من هنا برضو تصعد مباراه الاهلي اللي هتقام بكره مع الوداد المغربي، لان الوداد ما عندوش حل غير انه يكسب هذه المباراه. ما فيش حل غير كده. المباراه هتقام طبعا يوم الاربعاء، ما فيش حل غير كده ان الوداد يفوز بهذه المباراه، وبالتالي وده كمان حتى اللي اعترف به الكابتن حسام البدري، وقال من هنا تكمن صعوبة هذه المباراة. خلوني اطلع فاصل وبعدين ارجع اتواصل معاكم واقول لكم المجموعات وترتيبها والماتشات وتصريحات برضو المدربين حول مباراة الاهلي والوداد المغربي. بيقول ان الزمالك راح الجزائر من اجل تحقيق الفوز، وهو واثق جدا في قدرة فريقه على ذلك رغم التعادل في المباراة الاولى. وقال في تصريحات لوسائل الاعلام الجزائرية انه جه الجزائر بهدف واحد فقط، وهو ال3 نقاط رغم الظروف الصعبة اللي بيعاني منها الفريق، خاصة ضغط المباريات. طبعا بيتكلم عن هنا الدوري المصري، بيقول ان الزمالك يعني خد مباراة في الدوري من يومين بس، وبالتالي صعب على اللعيبه انها تلعب مباراه كبيره زي الاتحاد الجزائري، لكن الفريق عنده طموح كبير جدا وبيرغب في تحقيق الفوز عشان يبعد بالمركز الاول شويه، لان المجموعه دي مجموعه صعبه جدا. نفس الكلام ده قاله الكابتن خالد جلال، وقال ان الجهاز الفني عالج اخطاء الفتره اللي فاتت، وخاصه اللي ظهرت في مباراه الفريقين اللي فاتت، وانتهت بالتعادل كانت بالاسكندريه، تعادل 1-1، والزمالك لو تفتكروا مايوكا جاب الجول التعادل في الدقائق الاخيره من المباراه. معايا على التليفون سياده السفير عمر ابو عيش، سفير مصر في الجزائر. سياده السفير صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا صباح الخير. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. وانتم طيبين. اهلا بيك يا فندم. اخر الترتيبات والتجهيزات لبعثه الزمالك يا فندم نطمن من سعادتك عليها يعني. هو الحمد لله امبارح وصلت البعثه بالكامل الجزائر، ومقيمين في منطقة غرب الجزائر في مكانها دي. نعم. بعد الفطار امبارح معنا في مقر السفارة
توجهوا أدوا المران الأولاني في الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو اللي هتتلعب عليه مباراة إن شاء الله يوم الأربعاء. الفريق الحمد لله في حالة معنوية عالية جدا، وعندهم إصرار إن هم يلعبوا مباراة كويسة ويحققوا نتيجة إن شاء الله إيجابية بإذن الله. المفروض بكرة هيتمرنوا المران الرئيسي على أرض الملعب اللي هتلعب عليه المباراة تمام في استاد 5 يوليو، وبعدين تمرين ثالث إن شاء الله ليلة المباراة في ملعب آخر قبل بقى المباراة الفاصلة يوم الأربعاء إن شاء الله. ان شاء الله. الملعب بيسع قد ايه جمهور يا فندم؟ لا هو استاد كبير حوالي 80,000، ده الاستاد الرئيسي للجزائر العاصمة. حوالي كام؟ 40,000؟ 80,000 يعني 80,000. وبيتملي في الماتشات اللي زي دي ولا يعني ممكن يوصل 80,000 جمهور؟ لا أشك إن هو طبعا هيوصل 80,000 رغم إن نادي اتحاد العاصمة نادي كبير وله شعبية برضه كبيرة، لكن ظروف شهر رمضان وبرضه المباراة صحيح أفريقية، لكن أشك إن الاستاد هيكمل على الآخر يعني. نعم. طب الإعلام بيتعامل مع الماتش إزاي؟ يعني بيتعامل معاه إنه ماتش حاسم ومهم، ولا الإعلام برضه مشغول برمضان كده زي حالتنا؟ يعني في طبعا اهتمام بالمباراة، لكن الأمور بتمشي بشكل طبيعي وهادي، يعني مش واخدة شحن جماهيري عالي. كان في طبعا وسائل الإعلام في استقبال فريق الزمالك كانوا مستعدين إن هم ياخدوا كلمات من السيد رئيس البعثة المستشار أحمد جابر إبراهيم، وياخدوا برضه بعض الأحاديث مع بعض اللاعبين، لكن يعني التغطية عادية، مش شايف إن هي زيادة ولا أقل، يعني سيطرة طبيعي. تمام. سيادة السفير احنا بنشكر سعادتك جدا ونشكر طبعا مجهودك مع البعثة، وان شاء الله تعود بعثة الزمالك موفقة في هذه المباراة. شكرا جزيلا يا فندم. ان شاء الله باذن الله. سيادة السفير عمر ابو عيش سفير مصر في الجزائر كان معنا على الهواء مباشرة. كابتن حسام البدري هنروح بقى للنادي الاهلي. الاهلي عنده ماتش مهم زي ما قلت لكم مع الوداد المغربي، والاهلي بيتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط. كابتن حسام البدري شاف ان الماتش صعب الى حد كبير، وبيقول انه بيحاول يحقق نتيجة ايجابية في هذه المباراة، وبيقول انه حسمها والفوز بيها هيؤدي الى تأهل الفريق مباشرة الى دور الثمانية، وده هيبقى مريح جدا جدا بالنسبة له في المباريات المتبقية بعد كده. بيقول ان الفرقتين عارفين بعض كويس جدا، خصوصا بعد المباراة اللي اتلعبت في الجولة الثالثة في برج العرب والاهلي كسبها 2-0، وقال ان الحضور الجماهيري هيزود من قوة الوداد، لكن في الوقت نفسه الاهلي يقدر يتعامل كويس جدا مع ظروف المباراة بنجومه الكبار، وقال ان جميع اللاعبين بيتنافسوا للحصول على ثقة الجهاز الفني، وده حاجة محسساه الحقيقة بالثقة في فريقه. اطلع فاصل كده بسرعة وارجع اتواصل معاكم اخر لينك في هذه الحلقة. خبر سريع لانه خلاص باقي اقل من دقيقتين ولازم اختم. محمود كهربا في تجديد لاعارته مره اخرى لاتحاد جده، هيتقدم بعرض رسمي لنادي الزمالك، وعارفين طبعا الموضوع ده مصيره الكهربا هيمشي يعني. خبر مش حابب اقوله لكنه في النهايه خبر، يعني عشان تبقوا عارفين برضو ان قضيه نادي الزمالك اللي موجوده في المحكمه في القضاء الاداري عن نتيجه ماتش الزمالك والمقصه وتتعاد ولا ما تتعادش، هيتم النطق بالحكم فيها بعد 48 ساعه في واحدة من أكبر مهازل الكرة المصرية في تاريخها. الموضوع ده إنك تروح محكمة عشان تتكلم في إعادة ماتش ولا لأ، أو نتيجة ماتش أو لأ، أو بينالتي ولا لأ، والله دي مهزلة الحقيقة يعني. ارتباك في لجنة المسابقات بسبب مباراتي الأهلي والزمالك في العيد. الكابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بينتظر قرار الأمن عشان يقدم موعد الماتشين الأهلي مع إنبي والزمالك مع بتروجيت، عشان المباراتين يقام يوم 24 يونيو في اخر ايام شهر رمضان. عارفين انه مباراة الاهلي وانبي مقرر لها تاني يوم العيد، والزمالك وبتروجيت اول يوم العيد، وعايز يعملهم بدري. يمكن الامن هيبقى محتاج يعمل كده. المالي موسى كمارا مهاجم الاسماعيلي اللي منضم حديث لسه الاسماعيلي مضيه من رين سبور بطل رواندا، بيأكد ان هو بيحلم مع الاسماعيلي لتحقيق البطولات اللي جايه، وبيقول في تصريحات صحفيه انه سعيد جدا بالانضمام للاسماعيلي لانه واحد من اهم انديه القاره الافريقيه. الاسماعيلي برضو بيؤكد مشاركته في دوره الصداقه السعوديه هتكون في شهر اغسطس القادم.
طبقا لتصريحات ابراهيم فارس عضو مجلس الاداره. وايهاب جلال المدير الفني للمقصه بيتفق على الاستمرار مع المقصه في قياده الفريق في الموسم القادم. عارفين المقصه اقرب للمشاركه في دوري ابطال افريقيا، او هو اللي هيشارك في دوري ابطال افريقيا. واخر حاجه المهندس هاني بوريده بيدرس الاجتماع بمسؤولي الانديه علشان يتكلم عن الموسم اللي جاي وطريقه ادارته، وانه ازاي ينتهي الموسم في شهر يونيو قبل يونيو 2018 عشان كاس العالم هيتلعب في يونيو 2018، ما ينفعش يتلعب وفي اي بطوله محليه قائمه. امبارح في كاس القارات البرتغال تعادل مثير مع المكسيك، وكان مفاجاه الحقيقه، وتشيلي بتكسب الكاميرون 2-0 في افتتاحيه مباريات الكاميرون ممثل افريقيا في هذه البطوله. دي كان اخر حاجه عندنا. بكره ان شاء الله في تمام 10 صباحا من الاخر مع محمد شبانه، وصباحكم زي الفل.